انا لو عايز ازرع رز مكان بعد رباية بسيب رباية وفاصوليا، ازرع رز ايه؟ لو عندي المية مخلوطة مية صرف ومية وحشة، ازرع رز ايه؟ لو عندي الارض بتاعت اللي هزرعها رز اخر الترعة، يعني عشان ارويها اقعد يوم طوالي وبتاخد وقت كتير عشان ارويها، ازرع رز ايه؟ لو عندي انا الكيماوي غالية وعايز اوفر في الكيماوي شوية، ازرع رز ايه؟ تعالى هقول لك تزرع رز ايه لو انت عايز تزرع الحاجات دي. وهعمل لكم مقارنة بين الرز السوبر 300 والساخة 180، عشان في ناس محتارة تزرع ده او ده، نزرع سوبر 300 ولا 180. طب في الحالات اللي قلت لك عليها دي نزرع ده ولا ده؟ هقول لك، ولكن بعد ما نصلي على الحبيب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا مكملين معاكم مع زراعة الأرز في مصر من الزراعة حتى الحصاد موسم 2023، موسم جديد إن شاء الله. اليومين دولت الناس محتارة نزرعوا 180 ولا السوبر 300؟ هو الغالبية العظمى يعني متجهة للسوبر 300 وال 180. في ناس برضو لسه حابة نزرع 177، في ناس بتزرع الرفيعة 178، في ناس حابة نزرع 104، في ناس حابة تزرع 101. هو كل واحد ومختار دي، بس الغالبية العظمى متجهة للسوبر 300 وال 180. فحبينا نعمل مقارنة بين الاثنين دولت، ويعني عشان تختار يا ده يا ده الأفضل ليك يعني. الحاجات المشتركة بين السوبر 300 والمميزات يعني والسوبر 180 ان هو عريض الحب، هنا عريض الحب وهنا عريض الحب، متوسط الانتاج لحد معاك من 4 طن ل 5 طن الفدان. طبعا برضو الاثنين السوبر 300 وال 180 بيتحمل العطش ومقاوم للرقاد ومقاوم للنفحة ويتحمل المياه المخلوطة ويصلح في الارض الملحية، يبقى الخمس حاجات دولت لل 108 والسوبر 300. ده السوبر 300 بياخد تسميد قد ايه؟ بياخد حوالي شكارتين يوريا، بتكلم عن التسميد الازوتي، بياخد شكارتين يوريا وممكن شكاره ونص لو انت زارع مكان بصل او مكان بطاطس. الساخه 108 بياخد 3 شكاير يوريا. تمام؟ طيب في حاجات بقى تختلف بقى اللي هي ظروف الزراعه، الارض مش عارف ايه، دي مربط الفرس بقى، دي وجه الاختلاف بقى. يعني انت لو زارع فاصوليا او زارع برسيم او زارع ذره، زرعته بدري شويه او عايز تزرع مكانه بعده رز، يعني زارع فاصوليا زارع برسيم ربايه ذره، يعني فاصوليا وبرسيم وذره، وعايز تزرع بعدهم رز، تزرع ايه؟ تزرع رز سوبر 300. ليه؟ الرز سوبر 300 بيفلع معاك لحد 20/7، زرعته بيبدا معاك لحد 20/7. تمام؟ وكل ما زرعته بتأخر كل ما عمره قل. يعني انت لو زرعت السوبر 300 20/4 ياخد معاك 140 يوم 145 يوم، زرعته مثلا 1/26/6 كل ما اخرت الزراعه كل ما عمره ما قل، والانتاج هو نفس الانتاجيه. تمام؟ طيب لو انت مثلا ارض فاضيه عندك مكان الجمح وبتاع، هتزرع ال 108 وعايز تزرع السوبر 300 برضه عادي مفيش مشكله، ده وده شغال. طيب اللهم صل على النبي. الارض عندي مخلوطه، الميه بتروى ميه مخلوطه وميه مالحه وكلام وميه معين والدنيا بيضاء. خلاص خلينا في الايه؟ السوبر 300. عندك الميه حلوه، وخلي بالك ال 108 بتحمل الميه المخلوطه، بس للامانه احيانا لو الميه مخلوطه وميه بتعمل ريم، لا الريم ده بيعمل امراض وحاجات من دي زي مرض المكانه، فبيخليه يطول ويقول لك ايه الرز بقى فيه. هو مش عيب، وعلى عفو تجاوز الرز، بس الناس بتشوفها يقول لك ده غريبه، وهي مش غريبه اصلا. مرض المكانه ده مرض فطري بيصيب البتاع ده، بيصيب الرز خصوصا 108. يا عم طب الميه حلوه مستحيل يجيله مرض، يعني خلاص الميه نضيفه عندي، الترعه حمايه نضيفه وبتاع هراعي وبتاع واظبط الدنيا، لا 108 ممتاز ممتاز ممتاز، بيطيب بدري 110 120 يوم. ده الفرق ده بين ده وده. لو زرعته بدري، اللي يحب يزرع بدري معاك لحد 1/25/5 شغال معاك.
طيب لو عايز اوفر في التجاوي، اوفر في الكيماوي والكلام ده، خلاص ازرع السوبر 300. عايز مش فارقه معايا كيلو كيماوي، ازرع ال 108. في ناس بتحب ال 108، بقول لك لو انت من عشاق زراعه ال 101 يبقى عليك وعلى ال 108. ده هو ال 101 الاب الروحي لل 108. ال 101 الاب الروحي اللي هو الايه ال 108. الانتاجيه يعتبر متساويه، نفس الانتاجيه، حبه عريضه حبه عريضه، مفيش اي ده مشكله. يبقى هتزرع ده او ده مفيش مشكله. مقاوم للرقاد واللمحه والحاجات دي كلها، الاثنين نفس بعض. تمام؟ طيب انا كممدوح انت بتحب ايه؟ بصراحه انا كممدوح بحب السوبر 300. في ناس بتحب ال 108. انا كشخص يعني بس ليه احنا بنحب ال 108 برضه؟ عشان اقول لك احنا عندنا هنا في البحيره، وخصوصا المركز بتاعنا مركز الرحماني، وخصوصا المنطقه اللي انا فيها، بنحب نزرع السوبر 300. ليه؟ علشان عندنا الميه مخلوطه، ميه فيها صرف صحي ومغطي كل ما تتخيله. يعني انت تدور المكنه عندنا تلاقي فيه، شفت الرغاوه بتاعت الاوبو والبرسيل والكلام دي، ما شاء الله كده. بيستحمل معانا السوبر 300. وال 108 شغال وناس بتزرعه عندنا هنا، بس ما بيستحملش الميه المخلوطه بكميه فظيعه كبيره كده. يعني انت ميه مخلوطه جامد، لا. الميه حلوه عندك، بس لما تروي ميه من نهر النيل على طول وميه حلوه وانت تشرب منها، لا، عليك وعلى ال 108. انا عايز اكسب. ال 108 حلو في ايه بقى؟ عمره لو زرعته بدري هيفرق معايا حوالي 15 20 يوم. لو هزرع برسيم بعده هيفرق وش معايا برسيم، لا انا هزرع 108. لو زرعت السوبر 300 هيأخرني، ينضم معاك هناك 15 10 و20 10. لا انا عايز انا اكون حاصد الارض 1 10 25 9 او 20 9 هكون عامل البرسيم. لا خليه عليك وعلى ال 108. تمام؟ فربنا يصلح الحال ان شاء الله. حبينا نوضح بس الرؤيه ديت الناس اللي انت لو حابب تزرع ده او تزرع ده. انت حابب بقى، يا سلام، لا حبذا لو انت عايز تزرع 177 دي بتاعتك انت، ممتاز. تمام؟ لو انت بقى محتاج تجاوي، احنا ان شاء الله برضو بنوفر تجاوي لاي مكان في مصر. سوبر 300 108 104 177 اي صنف انت عايزه ان شاء الله نقدر نوفره لك باذن الله. كلمنا على الرقم ده 012 800 967 012 800 967. وتحت امركم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم. وما زلنا مستمرين عن زراعه الارز وازاي هنجهز المشاتل وازاي الحاجات دي كلها ان شاء الله. يعني معلش سهلت الفتره اللي فاتت عنكم، بس ان شاء الله مكملين معاكم بقى. ازاي هنجهز المشتل، ازاي هنعمل طبعا هنزرع بدار ولا شتل ولا سطاره، هقول لكم الحاجات دي كلها. ما هي خلاص انا بتجهز اهو. فهقول لك انت عايز تزرع ايه، سطاره بدار شتله، الاوفر فيهم الاصلح ليا. هقول لك كل حاجه ان شاء الله. لو انت لسه ما اشتركتش اشترك معانا عشان يوصلك كل جديد، عشان كل ما ننزل فيديو يجي لك بيه اشعار، عشان تعرف ان احنا نزلنا فيديو وتتابع معانا يوم بيوم ولحظه بلحظه، عشان نستمر مع بعض عشان نوصل لاعلى انتاجيه ان شاء الله. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.